السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب. اللهم بلغنا شعبان ورمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة جاية لكم بوصفة الممبار. من أحب الأكلات للشعب المصري عموما، ما أعتقدش إن في حد ما بيحبهاش. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة هتعجبكم إن شاء الله. تابع معايا الفيديو للآخر. اللي لسه لأول مرة يشوفني ينزل يحط لايك ويفعل زر الجرس اللي جنب كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر. عايزة القناة تكبر بيكم. بتمنى ان انتوا تدعموني. مش هقولها تاني، بتمنى ان انتوا تحطوا لي لايك وشير وتفعلوا لي زر الجرس. عايزاكم بس تشوفوا لون الممبار، لونه حلو قوي. طعمه بقى روعة، مش هقول لكم طعمه. تابعي معايا الفيديو بس وشوفي كل خطواته، وانت تعرفي طريقته وازاي يطلع بالجمال ده. من اسهل المحاشي اللي ممكن تعمليها هو الممبار. هنبدأ بالمقادير ونقول بسم الله. معانا دول نص كيلو من الممبار، عليهم نص كوباية من الزيت. دول 4 بصلات كبار مبشورين. معانا 3 كوبايات من الكوب المعياري رز مصري مغسول كويس جدا. معانا كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم. دول حوالي كيلو من الطماطم المضروبة في الخلاط معصورة. البهارات بتاعتنا هنقولها واحدة واحدة. ده كمون، هي حوالي نص معلقة أو ربع معلقة كمون. نص معلقة كزبرة ناشفة. معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة. نص معلقة من الشطة دي اختياري. معانا رشة من القرفة كمان، ومعلقة كبيرة من الملح. معانا الخضرة بتاعتنا أو الخضار بتاعنا 3 حزم من الخضار. ربطة كزبرة، ربطة بقدونس، ربطة شبت. حابة تزودي عن كده زودي. هي عموما أي محشي بيحب الخضار بتاعه كتير. حطينا رفعنا حلة على النار، هنحط فيها الزيت بتاعنا ونسيبه لحد ما يسخن. الزيت بتاعنا بس يسخن ونبدأ ننزل عليه بالبصل. كده خلاص الزيت بتاعنا سخن. هننزل بنص البصل، نص كمية البصل بتاعتنا في الأول، وهقول لكم هنعمل ايه بالجزء التاني. هنسيبه يتشوح في الزيت. المحشي بيحب الدهون بتاعته تكون كتيرة عموما. هننزل كمان هنقطع قرن فلفل سبايسي. الخطوة دي اختياري. حابة تستغني عنها شيليها، مش هتأثر خالص في الوصفة. دول اللي بيحبوا الحاجة سبايسي. هنشوحهم مع البصل لحد ما البصل بتاعنا بس ياخد اللون الأصفر. هننزل كمان معاهم بالنص كمية التوم بتاعتنا، مش هننزل بيها كلها برضو. نفضل نقلب فيها لحد ما يصفر ونشم ريحة التوم. بالشكل ده. هننزل عليهم بالطماطم. الطماطم بتاعتي دي وانا ضربها في الخلاط بضيف معاها بنجر اللي مخلي لونها احمر كده. بضيف بنجر على طول، بجيب كمية وعينها في الفريزر. وقت ما احب اضرب طماطم بقوم ضرباها مع قطعة صغيرة جدا في الخلاط معاها. على فكرة ما بيبقاش لونها ظاهر خالص، وبتخلي لون الطماطم احمر. ده البصل. الكمية الباقية معانا هننزل بكل البهارات بتاعتنا، وننزل كمان بالنص التوم التاني بالشكل ده. هننزل عليهم كمان بالخضار، بخضرة المحشي. تاخدي الكمية اللي انت عايزاها وبعدين ممكن تزودي بعد كده لو انت محتاجة. الخطوة دي جربيها في المحشي. فعلا بتدي ريحة ونكهة للمحشي حلوة قوي قوي قوي. الخطوة دي انا واخداها من امي، ربنا يبارك لي فيها. دي طريقتها عموما في الممبار.
او في المحاشي عموما، هنفضل ندعك في البصل بتاعنا مع الخضار مع البهارات، بيطلع ريحة البهار مع البصل. واما تيجي تضيفيها على الرز والصلصة، بتخلي ريحتهم بتوديكي في حتة تانية عموما. هنقلبهم كويس جدا ونسيبهم على جنب لحد ما نخلص بقية التسبيكة بتاعتنا. بس كده. كده الصلصة بتاعتنا اتسبكت بالشكل ده، قلت خالص زي ما انتوا شايفين كده اتسبكت. هنجيب بولة بلاستيك، هنضيف عليها الرز. الرز طبعا متصفي كويس قوي من ميته ومغسول. لازم واحنا بنعمل المحشي لازم نكون الصلصة بتاعتنا شاربة ميتها كويس جدا. آه، ال ال الرز متصفي منه المية كويس جدا. هنبدأ نضيف دلوقتي التتبيلة بتاعتنا اللي انتوا شايفينها اللي احنا كنا عاملينها دلوقتي. هننزل كمان بالصلصة، نقلب كله في بعضه. هبدأ ازود بهارات وملح. الرز لما بتضاف على البهارات بتاعتنا مع الصلصة، بيقل شوية طعم البهار وطعم الملح، فهبدأ ازودهم. حتى لو انتي مزودة الملح فيهم، مجرد ما تضيفي الرز هتلاقي الملح قل، فهبدأ ازوده. ما شاء الله هو لونه احمر جدا، الكاميرا ظلماه. انا بحب عموما المحشي يكون لونه احمر قوي والخضار بتاعه كتير. طبعا بيدي طعم حلو جدا واللون احلى كمان. ده ضفت البهارات اللي انا حطاها: كمون، كزبرة، فلفل اسود، وضفت وزودت ملح كمان. بس ما زودتش الشطه لان ما شاء الله انا كنت حاطه شطه كتيره زي ما انتم شايفين. ده هنضيف الملح اهو. نبدأ نقلب تاني كل الخليط بتاعنا بتاع المحشي. في شهر رجب كتري جدا من الدعاء، ان شاء الله ربنا هيستجيب. هنجيب الممبار. الممبار ده لازم يكون مغسول كويس جدا. حتى لو انت جايباه من عند الجزار مغسول، لازم تنقعيه في ليمون ودقيق، وانا ما بحطش عليه خل. ليمون ودقيق وملح، وتدعكيه كويس جدا عشان المادة اللزجة اللي فيه تروح خالص. بنقعه من ناحيتين. بسم الله ما شاء الله، انا اللي منضفه الممبار ده اصلا زي الفل، بسيبه مدة منقوع في الخليط اللي انا بعمله. انا بحب اسيب الدهون بتاعه الممبار جوه من جوه. الجهة اللي فيها الدهون بخليها من جوه، بتخلي طعم الرز حلو قوي. الجهة الناعمة بسيبها بره. هبدأ دلوقتي هوريكم. بمسك بالصباعين دول زي ما انتم شايفين كده، وببدأ اعبي الممبار او احشي الممبار بالصباعين اللي زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. على فكرة طريقة سهلة جدا. في ناس بتحشيه بقمع، بس انا متعودة على الطريقة دي. على فكرة ما بتاخدش وقت خالص وسريعة جدا. هي ممكن في الاول بس ان تحس ان هي صعبة، بس هي فعلا سهلة قوي. الممبار برضو ممكن يتعمل ني في ني. يعني كل حاجة، الطماطم على البصل على الخضار على الرز على بهاراتنا كلها على الزيت، كله ني في ني. انا جربت الطريقة دي حلوة، مش هقولك لا. بس انا بالنسبة لي الطريقة دي اللي بنسبك فيها افضل طريقة، بحبها اكتر. عشان كده بحب اعمله بيها. حاولي على قد ما تقدري، معلومة برضو، لما تيجي تحشي الممبار ما تملهوش قوي. وتبططي عليه، افرديه يكون مبطط. بحيث ان انتي لما تيجي تحطيه في النار وفي المية بتاعته وهو بيستوي،
ما يفرقعش منك والرز كله يقع. وحاولي كمان وانت بتحشيه، وانت بتشيلي ما يكونش عليه رز كتير من بره. نضفي الممبار من قبل ما تحطيه. ده تاني واحدة برضو هعملها معاكم عشان تشوفوا الطريقة. يا رب تكون الطريقة بتاعتي واضحة بالشكل ده. على فكرة ما بياخدش وقت خالص في الحشاية الممبار. ظبطي الرز جوه الممبار، وزي ما بقول هقولها تاني، ما تحاوليش تملي الممبار قوي عشان ما يفرقعش منك في الحلة وهو بيستوي. بالشكل ده. عملت معاكم واحدة كمان. هخلص كل الكمية، هخلص كل الكمية اللي معايا، ونشوف الخطوة اللي بعد كده. شايفين بنضف بشيل الرز، اي رزاية عليه من مع الممبار من بره. ده كمية الممبار كلها بعد ما حشيناها. شايفين انا مش مالية خالص الممبار. نفس الحلة اللي انا كنت بسبك فيها انا ما غسلتهاش، سبتها زي ما هي. حطيت فيها بس مية ورفعتها على النار. هبدأ احط مع المية بتاعتنا، هبهر المية. انا هحط ملح، بس انا يا ريت ما تحطيش ملح. حطي الملح ده في الاخر. حطيت 4 ورقات من اللورة، بصلاية صغيرة، 4 فصوص من الثوم. الثوم والبصل صحيح. هحط كمان مستكة، اللي انا حطيتها دي مستكة. 5 فصوص من الحبهان. هننزل بالقرنفل، 3 عود من القرنفل. بيخلي ريحة حلوة جدا القرنفل. هحط كمان رشة من القرفة. القرفة بتضيع معاكي اي ريحة انت مش مستحبة او مش حباها في الممبار. القرفة حلوة جدا مع الممبار عموما، مع المحاشي عموما. بس انا مش من النوع اللي بحبها، بس بحط منها يدوب حاجة بسيطة جدا حطيتها بتضيع معاكي اي ريحة مش ظريفة في الممبار. حطيت فلفل اسود كمان. حطيت كزبرة. انا بحب البهارات جدا. حطيت كمون. بس يا دوب رشة بسيطة قوي تطعم معايا بس الشوربة بتاعت الممبار. استنينا عليها لما المية غليت زي ما انتوا شايفين. هبدأ انزل فيها الممبار. مجرد ما هننزل الممبار هيقفل من الناحيتين. ما تقلقيش الرز مش هيقع ولا حاجة، وحتى لو وقع منه هتبقى الزيادات بس اللي نزلت. هننزلها واحدة واحدة بالشكل ده. اللي لسه ما حطش لايك ينزل يحط لايك. ده اللي انا بقول عليه، ما شاء الله مجرد ما نزل في المية اصلا قفل من الجهتين زي ما انتم شايفين. هنبدأ نغطي عليه ونسيبها تستوي براحتها. هياخد معاكي حوالي ساعة وربع تقريبا، حسب الممبار بتاعك. هتعرفي منين الممبار استوى؟ مجرد ما تقطعي كده الممبار يتقطع معاكي، اعرفي ان هو كده خلاص ما شاء الله استوى. هنبدأ ننزله من على النار، ونبدأ نشيله ونحطه في بولة تانية. الشوربة بتاعت الممبار دي في ناس بتشربها بس احنا ما بنشربهاش. حابة تسيبيها سيبيها، حابة تشيليها ترميها مفيش مشكلة، انما انا ما بشربهاش. شيلنا الممبار كله. بسم الله ما شاء الله، ما فيش ولا واحدة فيهم فرقعت. كلهم طالعين سلام، لان انا زي ما قلت لكم ما مليتش الممبار. فما شاء الله الكمية كلها طلعت معايا سليمة. ريحته مش هقول لكم كانت فظيعة. كده خلصنا، طلعنا كل الممبار من الحلة. هنبدأ دلوقتي نحمره. هسيبه انا عموما، سيبته يهدى شوية.
حابه تحمريه على طول حمريه، بس انا سبته يهدى شويه. بس ده شكله بسم الله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي. هنحط دلوقتي طاسه على النار، نبدأ نحمر الممبار بتاعنا. هنستنى الزيت بتاعنا بس لما يسخن. كده الزيت بتاعنا سخن، هننزل بالممبار واحدة واحدة، بس خدي بالك لأن الممبار فعلا بيبهدل الدنيا لو ما خدتيش بالك. بيفضل يفرقع كتير جدا في الزيت. انا بعمل ايه بقى عشان اتفادى النقطة دي؟ اي غطا عندك زي ما انا عملت كده بقوم حطاه فوق الطاسة لحد ما ياخد لون من الجهة اللي تحت، وبعدين هقلبه. ما شاء الله شايفين اللون عامل ازاي. هقلبه على الناحية التانية ياخد اللون، وبعدين اطلعه على مناديل يتصفى الزيت الزيادة اللي فيه. تمام كده. هنخلص كل الكمية بتاعتنا تحمير. ده الممبار بتاعنا بعد ما اتحمر. مش هقولكوا برضو الريحة لما تجربوه، ريحته حلوة جدا، وشايفين لونه حلو ازاي. هبدأ اقطع معاكم واحدة عشان اوريكم قد ايه هو الرز بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله، مش معجن من جوه، مفلفل جدا. لون الرز حلو قوي، لان انا بحب الصلصة بتاعته تكون كتيرة. على فكرة من غير ما حطيت صلصة خالص، معجون طماطم. جربي حتة البنجر اوريكي فلفلة الرز ما شاء الله ما شاء الله مفلفل جدا، ولونه احمر وحلو قوي. هدوق معاكم، طبعا لازم ادوق عشان اقيم اللي انا عملته. ما شاء الله كان طعمه حلو قوي. شايفين حلو قوي وجميل قوي. هدوق معاكم. طعمه فعلا فظيع، جربيه، واللي يجربه يبعت لي في الكومنتات يقول لي ايه رأيه فيه. طعمه حلو قوي قوي قوي. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخنا. واللي حابب ان انا اعمل له اي وصفة يبعت لي في الكومنتات يقول لي. واستنوني في فيديو جديد وطبخة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.